اهلا بيكم حبايبي الحلوين طلاب الصف الاول الابتدائي. معادنا النهارده مع شرح منهج كونكت الترم الثاني 2020، واول يونت معانا النهارده she is an engineer. هي بتكون مهندسه. تعالوا نخش مع بعض ونشوف نتكلم عن ايه. اول حاجه هناخد الفوكابولريز اللي هي الكلمات بتاعتنا. اول حاجه معانا teacher 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 زي ما احنا شايفين. teacher مدرس. teacher teacher. بعد كده عندنا دكتور دكتور. هو طبعا مبسوط بيقول ايام دكتور ايام دكتور. دكتور دكتور يعني ايه؟ دكتور. تمام. عندنا انجينير. انجينير اللي هو مهندس. انجينير انجينير ده المهندس اللي بيرسم المباني بتاعتنا وبيصمم الرسومات، اسمه انجينير. انجينير. فاير فايتر. فاير فايتر. فاير فايتر ده طبعا الرجل المطافي. ده مهم جدا في حياتنا عشان خاطر ده اللي بيخش وسط النار وبيطفي الفاير او النار، فاسمه فاير فايتر. فاير فايتر اللي هو رجل المطافي او الرجل اللي بيحارب ايه؟ النار. فاير فايتر. كمان عندنا دينتست. دينتست. دينتست طبعا ده دكتور الاسنان. ده مهم جدا طبعا. دكتور الاسنان ده دكتور الاسنان اللي بيهتم بالاسنان بتاعتنا. دينتست. دينتست. فيت. فيت. فيت ده اللي هو دكتور اللي هو بيعالج الحيوانات، اسمه فيت، او الطبيب بيطري اسمه فيت. في اي تي. فيت. عندنا طبعا اللي بيحفظ الامن هنا اسمه بوليس اوفيسر. بوليس اوفيسر. بوليس اوفيسر اللي هو رجل البوليس او ضابط البوليس. ضابط البوليس اسمه ايه؟ بوليس اوفيسر. بوليس اوفيسر. عندنا كمان ده اسمه سولجر. 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 سولجر اللي هو ايه؟ الجندي المقاتل. سولجر. سولجر. كمان دلوقتي هنا هناخد كل المهن اللي احنا خدناها دلوقتي في صورة conversation او محادثة. عندنا هاني بيقول ايه؟ Oh look, he is a firefighter. He is a firefighter. هو ايه؟ بيكون رجل مطافي. He is a firefighter زي ما احنا شايفين كده في الصورة. He is a firefighter. أميرة بتقول he is an engineer. He is an engineer. هو بيكون مهندس. He is an engineer. هنا بتقول he is a dentist. He is a dentist. He is a dentist ده دكتور أسنان. He is a dentist. ويوسف بيقول ايه؟ and he is a doctor. وهو بيكون دكتور. and he is a doctor. He is a doctor. وعندنا ولد كمان بيقول ايه؟ he is a vet. He is a vet. ده بيكون طبيب بيطري. he is a vet. وكمان عندنا البنت الجميلة بتقول ايه؟ he is a police officer. He is a police officer. He is a police officer يعني هو ضابط بوليس. عندنا حاجة مهمة جدا يا أصحابي. he is يعني هو بيكون، اختصارها he is. his أو he apostrophe s. ده الاختصار بتاعنا، فبنشيل الاي ونحط apostrophe يبقى he is اختصارها he apostrophe s. هو يكون. زي ما أقول مثلا he is a vet. he is a vet. هو بيكون طبيب بيطري. فهنا he is دي اختصار دي زي ما احنا شايفين، فبشلت الاي وحطيت apostrophe. she is. she is اختصارها she apostrophe s. هي بتكون، يعني في الكتابة لما نلاقي دي او هما الاثنين ايه صح، بس ده احنا بنختصرها. she is a doctor. she is a doctor. هي بتكون دكتورة. يبقى عندنا he is اختصارها he apostrophe s، وشي از هي ابوستروفي اس. الابوستروفي دي اللي هي اللي احنا قدامنا دي الصغيره دي اسمها ابوستروفي. تمام. دلوقتي بعد كده عندنا حاجه مهمه جدا اللي هي الصوت المتحرك. الاصوات المتحركه يا اصحابي هي الاصوات اللي لساننا ما بيقولش فيها حاجه، يعني لساننا بيبقى ساكن فيها. فدي نسميها الاصوات المتحركه. زي صوت يعني مثلا لو انا قلت لساني ساكن زي ما هو، لكن انا بطلع الصوت هوا بس. اي صوت الاي طبعا ده صوت بس من غير ما بحرك لساني، فده اسمه صوت متحرك. صوت ايه؟ متحرك، عشان انا بطلع الهوا بس من غير ما بحرك لساني. اي او يو. يبقى صوت الاي او او.
دي الاصوات بتاعتنا اللي هي حرف الاي، حرف الاي، وحرف الاي، وحرف الاو، وحرف اليو. دي الاصوات بتاعتنا المتحركه. فلما تبقى في وظيفه او اسم حاجه بتبدا بالحروف دي يا اصحابي، الخمس حروف المتحركين دول لازم بيجي قبلها ان مش يعني لما يبقى في حرف ساكن، الحرف الساكن هو اي حروف غير الخمسه دول. يعني الخمسه دول اسمهم ايه؟ حروف متحركه او الفاول او حروف متحركه. فدي بيجي بقى لو الكلمه بتبدا بالحروف دي بنحط قبلها ان، زي مثلا she is an engineer. فهنا كلمه engineer فيها حرف الاي اللي او صوت الاي زي ما احنا شايفين، فنحط يعني معناها مثلا she is an engineer، يعني هو بيكون ايه؟ مهندسه، يعني مهندسه واحده بس مفرد. تمام؟ يبقى ان هنا حطيناها عشان خاطر بعدها صوت متحرك اللي هو صوت الاي. فهنا الاي والاي والاي والاو واليو دي حروف متحركه او اصوات متحركه يا اصحابي. فدي بنحط لو كلمه جت بنحط قبلها ان. طب لو ما جاتش الحروف دي نحط he is a doctor. he is ايه؟ he is a doctor. يعني مثلا عايز اقول I wanted to be يعني انا عايز اكون كذا، لما اكبر عايز اكون كذا. I wanted to be يعني انا عايز اكون، عايزه تكون ايه بقى؟ او ان. بتيجي بعديها الوظائف اللي هي فيها ما فيهاش حروف متحركه، زي مثلا I wanted to be a police officer. I wanted to be a police officer يعني انا عايز ابقى بوليس اوفيسر او ضابط بوليس. فهنا بوليس اوفيسر. وقلنا I want to be يعني انا عايز اكون، يعني لما اجي اقول عايز اكون حاجه اقول ايه؟ I want to be وبعد كده اقول الحاجه اللي انا عايز اكونها. I want to be a police officer عايز اكون ضابط بوليس. تاني حاجه مثلا I want to be a soldier. I want to be a soldier معناها عايز ابقى جندي. I want to be a doctor عايز ابقى دكتور. I want to be a doctor. وهنا حرف الايه يا اصحابي عشان دكتور بيبقى بحرف الدي او بصوت الدا دي، يبقى ايه؟ ما بتجيش قبلها ان، تيجي قبلها I want to be an engineer عايز ابقى مهندس. طب هنا ليه ان يا اصحابي مش عشان خاطر الانجينير فيها حرف ساكن، حرف متحرك او صوت متحرك اللي هو صوت الاي. I want to be an engineer. I want to be firefighter. I want to be ايه؟ firefighter عايز اكون firefighter. طيب هنا يا اصحابي كلمة firefighter ما بيجيش قبلها ولا ولا حرف الاي ولا حرف الان، ولا ولا ان. firefighter بتيجي على طول كده من غير ومن غير ان. يبقى I want to be firefighter. عندنا يا اصحابي صوت مهم جدا، صوت حرف الاي زي كلمة eggs بيض اهو. exit يعني خروج. يعني ايه خروج يا اصحابي؟ بنلاقي اليافطه دي على محطات المترو مثلا، بوابه الخروج، او في مثلا في المصانع او شركات او في المدارس بتلاقي العلامه دي معناها exit او خروج، ده مكان الخروج exit. يبقى عندنا exit engineer يعني مهندس. تمام؟ هنا صوت الاي زي مثلا elbow يعني كوع اهو. elbow elbow 10 صوت الاي هنا في النص اهو 10. ear يبقى عندنا elbow 10 ear. كده يا اصحابي صوت ال حرف ال زي لامب والليمون ولامب. هنا لامب معناها لمبة، وليمون اللي هي الليمونة، ولامب اللي هو الحمل او اللي هو الغنم الصغير بنسميه لامب، لسه مولود صغير هو اسمه لامب. طب ايه شوف الفرق يا اصحابي ما بين كلمة لامب ولامب. هنا لامب البي تقيلة اهو، لكن اللامب التانية اللي هو معناها حمل البي خفيفة، لكن نفس الحروف كلهم. هنحاول ان احنا ما نتلخبطش يا اصحابي ما بينهم، نخلي بالنا. كده عندنا صوت ال برضو زي كلمة ليف يعني ورقة شجر، زي ما احنا شايفين كده اهو. ليف لايون اسد. ليج يعني ايه؟ يعني رجل. ليج يبقى ليف
lion leg. جيب السن I am وبعد كده العمر وبعد كده years old. اقول مثلا I am 6 years old. I am 6 years old يعني عندي 6 سنين. بعد كده عايز تقول ان انا بحلم اكون ايه، او تقول I want to be كذا. I want to be او ان والوظيفه. طب امتى وامتى ان؟ قلنا فعلى طول، لكن ان بتيجي قبل الاصوات المتحركه. تمام. I want to be a soldier مثلا، عايز اكون جندي. يبقى اول حاجه في الايدنتيتي كارد او الكارت بتاعك، اول حاجه تقول اسمك my name is فلان. بعد كده I live in، انا بعيش فين، I live in كايرو مثلا. بعد كده تقول سنك، هتقول I am 6 years old او I am 7، اللي تشوف سنك قد ايه. بعد كده تقول I want to be كذا. I want to be a doctor. I want to be an engineer. I want to be a nurse. I want to be أي حاجة أنا عايزها. I want to be firefighter وهكذا. ناخد حاجة مهمة. How things are made، يعني ازاي الأشياء بتصنع، يعني ازاي بنعمل الحاجة دي. يعني مثلا يا أصحاب التيشيرت اللي أنت لابسه ده بيتصنع من إيه؟ بيتصنع من حاجة اسمها فابريك أو النسيج. فابريك أو النسيج. يبقى هنا لما أجي أقول عايز الحاجة بتتصنع من كذا، made of يعني بتصنع من كذا. طيب الحاجة اللي بتتصنع من حاجة وما بيتغيرش شكلها بنقول عليها made of يعني مصنوعة من. زي مثلا تي شيرت is made of fabric، يعني التيشيرت بيتصنع من الفابريك من النسيج. لكن الحاجة اللي بيتغير شكلها زي مثلا يا أصحاب الدقيق، لما أجي أعمل منه عيش فطبعا شكل العيش بيختلف خالص عن شكل الدقيق، فبقول made from يعني مصنوع من برضه، بس مصنوع من حاجة بتتغير. زي أقول bread is made from flour. made of ده مصنوع من مادة لم يتغير شكلها بعد التصنيع. زي مثلا الكرسي التشير is made of wood. يعني شفت يا أصحاب الخشب لما بنيجي نعمل كرسي ما بيتغيرش شكل الخشب، هو خشب هو يعني الكرسي بيبقى خشب برضه. لكن لو انا بعمل حاجه مختلفه بيطلع حاجه مختلفه زي الدقيق مثلا، فبقول ميد فروم يعني مصنوع من. زي مثلا الدقيق بعمله عيش فبيطلع شكل العيش مش دقيق خالص، حاجه مختلفه. تعال نفهم الموضوع ده اكتر ونقول تعالى عندنا في الصوره دي عندنا قطن اللي هو القطن، وعندنا فابريك، وعندنا تيشيرت. اول حاجه يا اصحابي الفابريك ده بنصنعه منين؟ من القطن. شوف شكل القطن كده ابيض. وعندنا الفابريك بنصنعه منين؟ من القطن. وعندنا التيشيرت بنصنعه من الفابريك. طب هنا يا اصحاب الفابريك ده ميد اوف ولا ميد فروم كوتون؟ يعني اقول ان هو ميد اوف كوتون ولا ميد فروم كوتون؟ طبعا ميد فروم كوتون، مصنوع من القطن. ليه بقى ميد فروم؟ عشان يا اصحابي شكل القطن اتغير خالص، بشكله عامل كده نظام ايه؟ نسيج. طيب التيشيرت ميد فروم ولا ميد اوف؟ طبعا ميد اوف. ليه يا اصحابي؟ لان شكل التيشيرت هو قماش، هو شكل الفابريك بعينه، نفس الحاجه ما اتغيرتش، فبقول ايه؟ ميد اوف. طب زي مثلا اقول تيشيرت is made of fabric. fabric is made from cotton. fabric is made from ايه؟ cotton. تعال ناخد مثال تاني وهو الويت، القمح، والفلور والبريد. القمح ده، الفلور ده هنا بنصنعه من القمح، والبريد بنصنعه من الفلور. فهنا نقول الفلور بريد is made from flour. هنا البريد is made from flour. طبعا شكل الخبز يا اصحابي دي شكله اتغير، بقول made from. كمان الفلور is made from wheat، بيصنع من. طبعا شكل القمح شكل حاجه، والدقيق بشكل تاني خالص، والبريد بشكل تاني خالص. هو بستخدم ايه؟ made from عشان كلهم اشكالهم متغيره. بقول ايه؟ بريد is made from flour يعني العيش ده مصنوع من الدقيق. flour is made from wheat مصنوع من القمح. طيب عندنا السكيرت. سكيرت ده طبعا made of fabric. سكيرت اللي هي ايه؟ اللي هي طبعا الجيبه. والسكارف، سكارف الوشاحه، واللي هو السكارف او الشال. تمام. تيدي بير، دميه. تيدي بير دي لعبه تيدي بير. بيتزا. كيك او تورته اسمها كيك. توست
توست اللي هو الخبز المحمص او العيش المحمص اسمه ايه؟ طيب عندنا بعد كده يا اصحابي احنا كده خلصنا يونت 1، هناخد عليه تيست امتحان. تعالوا نشوف ازاي نجاوب في الامتحان. اول حاجه يا اصحابي يقول لنا read point and circle the object. اول حاجه كلمه معانا كلمه eggs يعني ايه؟ لسه واخدينها طبعا بيض، يبقى هي دي الصوره الصح. يبقى نعمل دايره هنا يا اصحابي على ايه؟ على eggs، على صوره الايجز. vet يعني قلنا يعني ايه؟ طبعا ده طبيب بيطري. vet طبعا دي الصوره ايه؟ vet اهو شايله الايه؟ القطه بتاعتها زي ما احنا شايفين. vet طبيب بيطري. ليف اللي هي ايه؟ طبعا ورقه الشجره اهي ليف، يبقى نعمل دايره على ايه؟ ليف. السؤال اللي بعد كده يا اصحابي read look and match. هنوصل الصورة بالكلمة يا اصحابي. عندنا اول كلمة معانا teacher اهي صورة التيتشر يا اصحابي، هنوصل كده يا اصحابي teacher. lion الاسد او دي lion اهو تمام. exit يعني ايه؟ الخروج او يخرج exit اهي تمام. بعد كده 10 رقم 10 10. soldier اللي هو جندي اهو صورة الولد الجميل لابس صورة الجندي اهو soldier. على كده يا اصحابي count and complete يعني عد وكمل. 1 طبعا هنا 2 3 4 5 بعد ال 5 ايه؟ 6 7 8 9 هيبقى هنا 9 10. I live نقط طنطا. I live ايه؟ I live in طنطا. I live in طنطا. بقى لما اجي اقول ان انا عايش فين اقول ايه؟ I live in الحته الفلانيه. I am space years old. I am ايه؟ 10 ولا leg ولا vet؟ طبعا 10 years old. هنا يا اصحابي الكلمه متلخبطه وهنكتبها صح. هنا طبعا كلمه ايه؟ leaf اللي هي LEAF. طبعا ده الدي اسمه ايه؟ فلور. طبعا هيبقى FLOUR. طبعا هنا لايون يبقى طبعا هيبقى LION. السؤال اللي بعده read and odd 1 hour. هنا يا اصحابي جايب لنا 3 كلمات هنشيل منهم او هنعلم على الكلمه المختلفه. زي كلمه لايون لامب ليج. ايه اللي مختلف فيهم؟ طبعا ليج. ليه يا اصحابي؟ لان لايون ده حيوان ولامب ده حيوان، لكن ليج دي حاجه في البني ادم، يبقى ليج هي الكلمه المختلفه. طيب نمبر 2 اير و10 و6. طبعا اير هي المختلفه. مين يقول لي ليه؟ عشان 10 هنا ده رقم و6 ده رقم، لكن اير طبعا ده اذن حاجه مختلفه خالص عن الاثنين دول. طبعا عندنا بيتزا ودكتور وكيك. طبعا مين المختلف؟ طبعا دكتور. ليه؟ لان بيتزا اكل وكيك اكل، لكن دكتور دي ايه؟ مهنه، دي حاجه وظيفه مختلفه. look and circle the beginning sound. هنا elbow اول صوت اول حرف من كلمه elbow اف ولا ايه؟ طبعا اي. طيب هنا بيتزا اولها بي ولا بي؟ طبعا بي تقيله اول واحده. طيب هنا ويت اللي هو القمح اولها ام ولا دبليو؟ طبعا ويت اولها دبليو. تمام. بعد كده يا اصحابي rearrange the following sentence. هنرتب الجمله اللي دي. is a teacher she. يبقى هنا هنبدا بشي. يبقى she ايه؟ she is a teacher. برافو عليكم. she is a teacher. طيب fabric is made t-shirt of. يبقى هنبدا بتيشيرت الاحمر ده. يبقى تيشيرت ايه؟ طبعا تيشيرت is made of fabric. تيشيرت is made of fabric. طيب دكتور people helps. طبعا دكتور helps people يساعد الناس. دكتور helps people. هنا دي يا اصحابي اخر جمله معانا I live in زجاجيج. انا بعيش في الزقازيق. دي المفروض ان احنا ايه؟ trace and copy in a good handwriting. هنمشي عليها ونكتبها بخط جميل. وبكده نكون خلصنا يونت 1 او سوري يونت 10 اللي هو اول وحده في الترم الثاني. واشوفكم في يونت 11 ان شاء الله. باي باي.